من قدر صغير في البيت إلى براميل عملاقة في المصنع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدايتي في الزيت الخير المركز، أحكي لكم القصة كاملة وحتستمتعون فيها جدا جدا جدا. الزيت هذا كنت أسوي لنفسي ومرة شفت فيه نتائج مبهرة جدا جدا. طورته على مدى سنوات، تقريبا صار لي الآن 10 سنوات، إلين وصلت لتركيبة تعالج الثعلبة، تعالج الصلع الغير وراثي، تعالج أغلب مشاكل الشعر. هذا الزيت تحفة، حرفيا تحفة. يا رب لك الحمد والشكر، ما أذكر في أحد استخدم هذا الزيت وقال ما شفت له نتيجة، إلا ما في نتيجة، يعني لابد إنه يشوفون نتيجة. الزيوت أستوردها من باكستان، تكون طبيعية عضوية معصورة على البارد، ما فيها أي خلط. أستخدمها، أستخدم في هذا الزيت 7 أنواع زيوت. وش أقول لكم للشعر؟ يعني ما أدري، ما أوصف لكم، بس كل اللي أقدر أقول لكم عليه شوفوا في برامج التواصل حقتنا اللي موجودة، الروابط افتحوا عليها وشوفوا صور الناس قبل وبعد، خصوصا بنت أذكرها إلى الآن ما أنساها أبدا. البنت عندها ما عندها شعر، ما عندها شعر حرفيا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. كانت طبعا ما تداوم المدرسة، رافضة زعلانة، يعني طبيعي الطفل يتأثر. فلا قوة إلا بالله صار يعني امتلأ شعرها. وكلمتنا أمها قريب، يمكن هذا الكلام قبل 5 سنين، كلمتنا أمها قريب قالت إنه ما شاء الله خلاص تداوم وشعرها يعني ما شاء الله طال وعادي خلاص، يعني رجعت. طبعا صورها بكل فترة موجودة ومنزلة على البرنامج ذاك المربع الأحمر. كل الروابط حقت كل الروابط حقتنا البرامج التواصل موجودة في الرابط في البايو. طبعا هنا العمال لازم يطلعون على سلالم علشان يضيفون الأعشاب. أضيف عليه 3 أعشاب هندية، ما أحكي لكم كيف تسوي غزارة للشعر، نعومة، حيوية، يطول الشعر بشكل ملحوظ، لمعة. كل الناس اللي يعانون من مشاكل للشعر، حتى فروة الراس يعالجها، لأنه في أعشاب مطهرة للشعر. زي ما انتم هنا شايفين، هذا برميل اللي هو اللي يشتغل في التحريك طوال الوقت. لازم نحرك الزيت، طبعا لازم الزيت يتعتق لمدة شهر، أقل شيء شهر. يجيكم معتق ويتغير حتى لونه، يصير لونه أحمر، مع إنه أنتم شفتوا في بداية الفيديو كيف لون الزيت صافي ذهبي. شوفوا بعد التعتيق تقريبا لمدة شهر يجيكم كذا لونه عودي. ليش كتبت في الفيديو إنه الذهب الأحمر؟ لأنه أغلب العملاء يسمون الذهب الأحمر، الكنز الأحمر، السحر العالمي. خرافي خرافي خرافي. بعنا من هذا الزيت يعني مئات الآلاف على مدى 10 سنوات، وأنا أبيع من هذا الزيت. وكل اللي يستخدمه يا رب لك الحمد يرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة، هو وأهله وجماعته وأقاربه وكل اللي يعرفهم هنا في المصنع. وبعدين هنا لما وصلت المنتجات للسعودية، طبعا أنا أصنعها في الإمارات، وأجيبها أروح بنفسي أصنعها زي ما وريتكم. شفتوا هذه كله تصويري، يعني دائما كنت واقفة مع العمال، ضروري في المصنع أنا أكون واقفة معهم، مستحيل يسوونه. هنا لما جاء السعودية وشوفوا جالسين نرتب الزيت، شوفوا الكميات لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك.